الانترفيو من المراحل المهمة للموظف اللي راح يتقدم وللشركة اللي بتستقبل الموظف. الانترفيو لو احنا بصينا هنلاقي عليه فيديوز كتير جدا على السوشيال ميديا، وهو يعتبر علم يدرس. طيب انا النهارده علشان موظف ورايح اعمل انترفيو في شركة او فندق او اي مكان، انا ازاي اضمن ان انا الفيرست امبريشن بتاعي او الدخله الاولانيه بتاعتي مقبوله، او ان انا ممكن انجح في الانترفيو؟ هو للاسف يعني كثير من الناس بيغفل هذه النقطه وبيستهين بهذه الخطوه وبيستهتر بحاجات كتير، وبيبقى شايف الموضوع من وجهه نظره ان انا دي طبيعتي، او ان انا هروح مش عارف لابس ايه او هعمل ايه. كل الكلام ده غلط. اولا الانترفيو هو عامل اساسي في قبولك. يعني انا لو داخل انترفيو مش جاهز ممكن ما تقبلش. لو انا امكانياتي قويه بس ما عرفتش اظهرها ممكن ما تقبلش. الانترفيو خلي بالك بيبقى تبادلي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك راح تقدم في وظيفه، ما تبقاش قاعد متلقي للاسئله وخلاص وشكرا عليك. ده اللي احنا هنقوله في حلقتنا. طيب اعمل ايه علشان اقدر انجح في الانترفيو اللي انا راح اتقدم له؟ خلينا ناخد مثال بسيط. انا دلوقتي رايح اقدم على وظيفه ما في فندق. طيب ايه المفروض عليا انا كموظف ان انا اعمله؟ اول حاجه انا لازم ابقى عارف انا رايح لايه. انا رايح لايه؟ ايه المنظومه دي؟ ايه الفندق ده؟ الفندق ده اتعمل امتى؟ الفروع بتاعته فين؟ الفندق ده كام نجمه؟ الفرع اللي انا رايح اعمل فيه الانترفيو بتاعي او المقابله كام غرفه؟ مكانه فين في البلد؟ لازم ابقى عندي معلومات كافيه انا رايح لايه. لازم يبقى عندي معلومات كافيه ايه المنشاه دي اللي انا رايح اقدم فيها، ومين انا هقعد مع مين. ما انا النهارده حضرتك لما تكلمني تقول لي انت عندك انترفيو بكره في المكان الفلاني، ما اقولش شكرا واقفل السكه. تمام، وحضرتك الانترفيو مع مين؟ مع فلان. اخش بقى انا اعمل سيرش، انا فلان اللي انا هقعد معاه ده مين؟ هل ده اتش ار ادمنستريشن؟ هل هو الهوتيل مانجر؟ هل هو هيد مانجر؟ هل هو الجي ام؟ انا لازم يبقى عندي معلومات كافيه. طب هتفيدني في ايه المعلومات دي؟ المعلومات دي هتفيدني ان انا ابقى عارف مكانه الشخص اللي انا اقعد معاه، فبالتالي يبقى عندي استعداد للاجابه على الاسئله اللي هتطلع منه. لان اكيد موظف الاتش ار اللي هيقعد معاك غير الهيد ديبارتمنت اللي هيقعد معاك، غير الهوتيل مانجر اللي هيقعد معاك، غير الجي ام لو قابلك. الاربعه دول كل واحد عنده نوعيه اسئله معينه هيسالها لك، فانت لازم تكون جاهز له. وهكذا لو انت رايح اي مكان تاني، ليتس سي مثلا ان انا رايح اقدم في مجموعه جيمات كبيره وليكن اسمها كذا، اسمها اكس. ما انا برضو لازم ابقى فاهم اكس دي بقالها قد ايه في السوق، فروعها فين، شغاله ميكس ولا مش شغاله ميكس، الريفيوز بتاعتها على السوشيال ميديا شكلها ايه، الناس القبول بتاعها عامل ازاي. ابقى عندي معلومات. طيب دي اول حاجه. اول نقطه ان انا وانا رايح المكان اللي انا اعمل فيه الانترفيو لازم ابقى عارف ايه المكان ده وتاريخه ايه والكلام ده كله، لان انا معرض ان انا اتسال، وده بيحصل. ممكن تبقى انت قاعد مع مدير الاوتيل او السي او بتاع مجموعه الجيمات دي، ويقول لك انت تعرف ايه عنا؟ تقول له ما اعرفش حاجه، هيشوفك ضعيف. دي اول نقطه. النقطه الثانيه والنقطه المهمه، حضرتك تروح في ميعادك. بلاش موضوع ان انا اتاخر على ميعادي او ما اعملش حساب الطريق او اي اعذار تخليني اتاخر عن ميعادي. النقطه الثانيه بعد موضوع ان انا يكون عندي معلومات عن المكان اللي انا راح اعمل فيه انترفيو، لازم تلتزم بان انت تروح في ميعادك. يعني لما يكلموا حضرتك يقول لك انت عندك انترفيو اليوم الفلاني الساعه كذا، يعني الساعه كذا الا تكون موجود. ميعادك الساعه 2، حضرتك موجود من الساعه 2 الا ربع في المكان المخصص للانترفيو. هو للاسف كثير بيهمل الموضوع ده، وانا قابلته شخصيا. اصلي اتاخرت في الطريق، اصلي اتاخرت. ما حدش هيقبل اعذار، ما حدش هيقبل اعذار. اولا برضو ده يعتبر من الفيرست امبريشن اللي بيتاخد عنك. انت جيت متاخر في الانترفيو، يعني انت متوقع تيجي متاخر في شغلك او تيجي متاخر على مواعيد شغلك. فعمليه الالتزام في الحضور ده من اهم شروط قبولك الاولي في الوظيفه اللي انت رايح تتقدم لها. يبقى احنا اتكلمنا على عمليه ان انت يبقى عندك علم عن المكان اللي انت رايحه. النقطه الثانيه عمليه الالتزام بميعاد الانترفيو. الحاجة الثالثة والمهمة شكلك العام والابيرنس وانت رايح شكلك ايه. الناس اللي بتروح انترفيو ببنطلون مقطع، ولا ان دي موضة، ولا شعره مش عارف عامل ازاي، لا الكلام ده مش مقبول. الكلام ده الامور الشخصية دي انت ما ينفعش تفرضها على الشغل اللي انت رايحه. المكان اللي انت رايحه ليه
دريس كود معين. انت رايح تعمل انترفيو في اوتيل، رايح تعمل انترفيو في مكان كبير، سلسله جيمات كبيره، مطلوب من حضرتك الدريس كود بتاعك يبقى مناسب، لان هو ده اللي بيعبر للي قدامك انت ايه، او فكرك ايه، او انت حياتك شكلها ايه. ما انا ما اروحش النهارده الانترفيو بتاعي مثلا متاخر ولابس لبس اي كلام وهي دي طبيعتي. لا، ما فيش حاجه اسمها هي دي طبيعتك، ما فيش حاجه اسمها هي دي طبيعتك. انت حضرتك بتتبرمج على حسب الشغل اللي انت رايح. لازم شكلك العام، حلاقه الدقن او تهذيب اللحيه او شعرك او ريحتك الشخصيه او كل الامور دي اللي احنا كتير بيغفلها. الحاجات دي يا جماعه صدقوني مهمه جدا وبتفرق في الانترفيو. يعني انت تخيل نفسك كده قاعد في البيت او قاعد في مكان شغلك وبتستقبل ضيف، والضيف ده داخل عليك كده لابس اي حاجه وداخل متاخر ومش حاطط برفيوم، اكيد انت هتقفل منه. هي نفس الموضوع. انا النهارده مدير مكان، انا لما كنت مدير مكان وكان حد بيجي لي انترفيو، انا كنت بهتم بالنقط دي جدا، لان دي بتعبر لي عن الشخصيه اللي قدامي. واحد جاي ملتزم في ميعاده، واحد جاي لابس محترم، واحد عارف معلومات عن المكان اللي انا فيه، ابتدي ايه بنسبه 40% 50% اقبله. هنخش بعد كده بقى ايه في الكلام التاني. فدي نقطه مهمه. يبقى احنا عندنا عمليه العلم بالمكان اللي انا رايحه، الالتزام بالميعاد، الالتزام الشكل العام بتاعي ولبسي. رابع حاجة نقطة مهمة جدا، خلي بالك ان المقابلة الشخصية او الانترفيو لازم تكون متبادلة بينك وبين الشخص اللي انت قاعد. بمعنى ايه؟ عملية ان انا ابقى رايح حافظ، استنبط اجابات سألت عليها واحد صاحبي، او بخش على السوشيال ميديا يا جماعة والانترفيو الفلاني ايه اسئلته عشان احفظ اجاباته. انت كده مش رايح تشتغل، انت كده يعني ايه، بتفشل نفسك بنفسك. المفروض ان انت تبقى رايح بتقدم على وظيفة، المفروض ان انت عندك خبرة عنها، والمفروض ان انت عندك على الاقل فكرة انت رايح تقدم على شغل ايه. يعني انا النهاردة بلاقي مدربين مثلا يعني على السوشيال ميديا، وده بيحصل فعليا، يخش يقول لك ايه انا هروح اقدم في المكان الفلاني. هم ايه الاسئله اللي يسالوها؟ يعني تفتكر هيسالوك في ايه؟ اكيد مش هيسالوك في الذره. يعني اكيد هيسالوك اكيد عن التشريح، عن التغذيه، عن التدريب، عن التدريبات الاساسيه، عن الدايت، عن عيوب الجسم. اكيد هيسالوك عن الحاجات دي. فانت ازاي انت اصلا مش متوقع ان يسالوك عنها، او انت مش عارف؟ يبقى انت مش مدرب. اما يبقى انت مش مدرب، انت عملت جسم شكله حلو لكن للاسف المخ فاضي، ودي مشكله. فانت النهارده رايح انترفيو، يعني انا رايح اقدم على مكان انا عندي خبره ما فيه، اذا انا ممكن اكون متوقع الاسئله واجاباتها عندي وبكل ثقه بجاوب لان انا عندي خبره فيه. النقطه الثانيه المهمه، ما تخلصش الانترفيو بتاعك خدت كام سؤال اديتهم اجابه نموذجيه، عايز حاجه لا شكرا سلام عليكم. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. هتبان بالنسبه لي موظف ضعيف. فانا ما ينفعش النهارده ابقى قاعد رايح مكان، قاعد على كرسي ابتسامه اللي هي الصناعية دي ومتلقي للأسئلة، خلصت شكرا مع السلامة. لا يا باشا، ده مش انترفيو. زي ما هو صاحب المكان او المدير بتاعك بيسألك، انت من حقك تسأل، انت من حقك تستفسر عن المكان اللي انت راح تشتغل فيه. انت ايه البروجرام بتاعكم بالنسبه لي كموظف جديد؟ ايه عندكم الامكانيات اللي تخليني انا كموظف اتعلم واكبر؟ وايه البينيفيتس اللي انتوا بتدوها؟ طب انتوا مشاريعكم ايه بعد كده؟ لازم من حقك انك تسال، من حقك تسال. مش انت داخل تحط مستقبلك لمده سنه من عمرك في مكان ما؟ فانت من حقك ان انت تبقى ضامن على الاقل انت السنه دي هتطلع من وراها بايه. هل هتطلع من وراها بخبره؟ هل هتطلع من وراها بخبره وترقيه؟ هل هتطلع من وراها بخبره وترقيه وفلوس؟ هل هتطلع من وراها بايه؟ الكلام ده انت لازم تبقى بتساله للي قدامك عشان تبقى فاهم انت داخل على ايه. ما تخشش بقى بعد كده تتقبل في الوظيفه وبعدين تخش بقى تبتدي ايه، تندهش. ما هو انت ما سالتش، ما استفسرتش، ما اتكلمتش. خلي الانترفيو ياخد وقته زي ما يعني، مفيش اي مشكله. ما انت مش مستعجل انك تروح، انت محتاج الوظيفه. تمام، خلصنا الانترفيو روحنا، ابتدي بقى ايه كل شويه تليفون، ها ايه الاخبار، ها انا هشتغل، ها عملتوا ايه معايا. ده هيبين، ده انطباع برضو مش مقبول بالنسبه لصاحب الشغل. خلاص انت عملت الانترفيو، خلي عندك ثقه في نفسك، توكل على الله زي ما تيجي. عملت اللي عليك، انت واثق انك عملت اللي عليك، تمام. استنى ايه وخش بقى في انترفيوهات تانية. يعني انت لما تروح تقدم في مكان خلاص هو مش مضمون، ممكن يقبلك وممكن لا. طيب اعمل ايه بقى في خلال ان انا قاعد مستني النتيجة تجيلي من المكان ده؟ اروح اشوف اماكن تانية واقدم في شغل تاني واشوف انترفيوهات تانية واشوف عروض تانية. ما بقاش قاعد بقى مستني وحاطط بقى امال ان انا خلاص هشتغل. ما هم اخبار الانترفيو ايه؟ لا كان تمام وكان كويس وهم مبسوطين. اقعد بقى استنى في البيت ايه شهر، فضاع من عمري شهر، ما ردوش عليا، فوجئت بعد كده ان هم عينوا حد تاني، ندمت، زعلت، مش عارف ايه.
ما هو انت اللي ضيعت من عمرك شهر. انزل شوف اماكن تانية، اعمل انترفيوهات تانية، روح شوف مقابلات تانية، تمام. هتظبط السي في بتاعك، هتوديه اماكن تانية، هتروح تشوف اماكن تانية، هتروح تشوف فرص تانية لحد ما تبقى انت تمام عملت اللي عليك، واكيد هتلقط في حاجة من دول. تمام. طيب النقطة الخامسة المهمة في موضوع الانترفيو وانت قاعد بتتكلم مع الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو، ما تحسسوش ان انت جاي تستفيد منه وخلاص. عملية ان انا رايح مكان استفيد منه وخلاص دي مؤذية، وهتخلي الكارير بتاعك قصير، وهتلاقي نفسك ممكن بعد اول 3 شهور او اول 5 شهور في المكان ما بتنتجش. هتلاقي اللي بيقول لك ايه، احنا قدامك شهر وكده ايه الموضوع منتهي، احنا مش هنقدر نكمل مع بعض، لان هو حس ان انت رايح بس تستفيد. فانت لازم وانت قاعد في الانترفيو بتاعك مع الشخص او المدير بتاعك او الاتش ار او وات ايفر ايه البوزيشن اللي انت قاعد معاه، لازم تبين له وتحسسه فعلا ان انت جاي المكان زي ما انت جاي تستفيد، انا جاي انتج للمكان. ده بيجي ازاي؟ ده بيجي عن طريق وانت بتتناقش معاه، طب انا لو عندي فكره جديده هحب اطرحها في المكان، اطرحها ازاي؟ طب لو انا عندي حاجه عايزه انفذها في المكان، انفذها ازاي؟ طب لو انا عايز اعمل كوميونيكيشن مع حد من ديبارتمنت تانية، انا بتعملوها ازاي؟ طب انتوا عندكم فروع في المكان الفلاني وفلاني، طب لو انا حبيت اعمل ترانسفير مثلا بعد 9 شهور من دلوقتي على بوزيشن تاني، بتتعمل ازاي؟ يعني حسس اللي قدامك ان انت جاي تبقى جزء من المكان، وان انت جاي تنتمي للمكان. مش اصل في ناس بتروح الانترفيوهات، انا يعني صادفني حاجات والله يعني بجد تضحك، هو مش جاي انترفيو، تحس ان هو ايه يعني نزل من البيت كده قال لك اما اعدي، لا هو انت جاي، انت كده جاي بتهزر، تمام، انت كده جاي بتهزر. وبعدين في نقطة تانية مهمة، ما تقفلش الابواب. خلي بالك ان في اسئلة تريكي بيسألها الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو علشان يشوف طريقة تفكيرك، هو مش عايز يعرف خبرتك قد ايه، هو عايز يعرف طريقة تفكيرك شكلها ايه. يعني انا مرة صادفني انترفيو كان لبوزيشن سيلز في جيم من الجيمات اللي انا كنت ماسكها. فجالي شاب هو بيدرس في مرحلة جامعية، ويعتبر يعني الحضور والانصراف عندهم مش أقوى حاجة، فيعتبر متفرغ يعني. فالمهم احنا بنتكلم مع بعض طبعا، يعني هنتكلم على موضوع السالري ده بعدين، لكن من ضمن المناقشه فهو بيقول لي الشيفت اللي انا هاجي فيه ايه. قلت له انا محتاج حد من 8 صباحا لحد الساعه 4. انا فوجئت برد غريب جدا، يعني انا صدمت من الرد. قال لي هو انا للاسف ما بصحاش بدري. قلت له انا للاسف ما عنديش وظيفه. رد صادم، رد صادم. انت لو كنت عبقري انا ما كنتش هعينك، حتى لو انت يعني عندك خبره اينشتاين في المجال بتاعك. رد صادم. انت ما تنفعش تقول حاجه، مفيش حاجه اسمها بصحاش بدري. يعني ايه بصحاش بدري؟ يعني ان ده ينم على حاجات كتير غلط في شخصيتك، والرد ده يعني لو انت شايفه صح من وجهه نظرك فهو هيأذيك كتير. فالالتزام يا جماعه خلال الانترفيو، لان ده فيرست امبريشن. وبعدين انت خلال الانترفيو لازم تبقى بتعرض امكانياتك وقدراتك على اللي قدامك. هي ما اسمهاش غرور، ده مش غرور. انا عندي امكانيات في شغلي واقدر واعرف واقدر اعمل واحد اتنين تلاته، واقدر اعمل لكم واحد اتنين، واقدر اضيف واحد اتنين تلاته. ده مش غرور ولا تناكة ولا منظر. اللي يفهمها كده يبقى هي دي مشكلته هو شخصيا، لكن انت من حقك ان انت توضح للي قدامك خبرتك شكلها ايه. طيب ننتقل بقى سريعا على الجانب الاخر عشان ما نطولش عليكم الحلقه، على عمليه الشخص اللي بيعمل انترفيو لحد. يا جماعه رجاء، الشخص اللي جاي لك ده لازم تحط في بالك حاجه مهمه جدا. انت كمانجر، انت كراجل ستيبل في شغلك، ويعني متثبت في شغلك والدنيا معاك تمام، خلي بالك من حاجه، ان اللي جاي ده محتاج الشغل. هو مش كل اللي جاي لك جاي بيهزر، او مش كل اللي جاي لك جاي لك يعني الناس محتاجه الشغل. اللي جاي يقعد معاك ده هو فعلا محتاج يشتغل، عشان كده جاي يعمل معاك انترفيو. ما تحاولش تبقى عائق بينه وبين الشغل. مديرين كتير للاسف بيحاول يعني يظهر شخصيته او يشبع ذاته بان هو راجل قوي جدا عن طريق العرقله بتاعه الاسئله اللي بيسالها للشخص اللي قاعد قدامه. انت راجل خبره في الشغل مثلا بقالك 25 سنه، هتقارن نفسك بواحد خبرته سنتين او ثلاثه او لسه متخرج، وعايزه يجاوبك على اسئله انت نفسك جاوبتها بعد 20 سنه من الخبره؟ ما هو مش منطقي، مش منطقي. بلاش الاسئله التعجيزيه اللي هو انت عايز تشوفه ان هو اتزنق وبيفكر، تقوم انت بقى ايه تقترح الاجابه فتظهر قدامه انك بقى راجل مدير قوي وتقيل. هو للاسف يا جماعه ده مش صح، وده ما يبقاش مدير، واللي يعمل كده ما ينفعش يبقى في مكانه كمدير، لان الاداره او الليدرشيب
دي يعني العلم بتاعها ان انا بساعد اللي قدامي مش بعرقله. وبلاش اسئله بقى غريبه ملهاش اجابات يعني في القاموس. هو ايه اللي شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ انت بقى ال الاجابه بقى النموذجيه بالنسبه لي انا لو اتسالت سؤال زي ده هقول لك انت كشركه هتقدم لي ايه انا كموظف في 5 سنين عشان تكبرني؟ انت عندك ايه تقدمه لي؟ انا جاي اقعد معاك 5 سنين وفي ال5 سنين دي انا عايز اكبر. هل انت بيئه صالحه ان انت تكبرني، ولا هخش الاقي شلاليه وهلاقي ناس بتنقل كلام وهلاقي واسطه وهلاقي خنقه وهلاقي تارجت مش عارف احققه وهلاقي وبعدين تيجي بقى حضرتك كمدير تقول لي ايه انت بقالك معانا سنه للاسف انت مش عارف تحقق، انت موظف مش شاطر. لا، هو ممكن يكون موظف في الشاطر بس هي بيئه العمل اللي سامه زي ما بنقول يعني. فحضرتك انت بتعين على اساس ايه؟ انت حضرتك كمدير بقى السؤال للناس اللي بتعمل انترفيوهات وللمديرين وللسي او والاتش ار والناس الجامده جدا دي، هو حضرتك بتعين على اساس ايه؟ على اساس الخبره ولا على اساس الاتيتيود؟ الاجانب بيقول لك احنا بنهاير على اساس الاتيتيود، السلوك. احنا هنا لا، انت هنا بتحط عراقيل، لازم يبقى عندك خبرة مش عارف 5 سنين، لازم يبقى عندك شهادات مش عارف ايه، لازم تبقى، ويبتدي يديك في مثلا 6 7 شروط. حلو، طب انا عندي 6 7 شروط دول، هل هتديني المقابل بتاعهم؟ طيب انا عندي ال6 7 شروط اللي حضرتك يعني ايه رصتهم لي في الاعلان، هل انت حضرتك هتديني المقابل بتاع ال5 6 شروط دول، ولا انت بتدي سالري ثابت لاي حد يجي لنفس البوزيشن؟ ما هو دي انت اسئله لازم تسالها لنفسك. انت كشركه، انت كجيم، انت كفندق، انت كاي كيان لازم تسال الموضوع ده. هل انت حاطط سالري سكيل ثابت للبوزيشن ده لاي حد يجي له، ولا انت شايف ان ده امكانياته اعلى من ده فده لازم ياخد ما يوازي امكانياته؟ في ختام الحلقه، الانترفيو علم. لو انت حضرتك موظف اول مره تروح تعمل انترفيو، او انت فريش جراديويت اول مره تعمل انترفيو، قبل ما تروح خش على اليوتيوب اسمع شوف بيعملوا انترفيو ازاي، ايه الشروط لنجاح الانترفيو، اعرف انت رايح لايه. ما تعتمدش على امورك الشخصيه لانها مش هتنفع يعني. ما تروحش لواحد مثلا تقول له انا طالب السالري بتاعي عايزه كذا. طب عايزه كذا على اساس ايه؟ عايزه كذا على اساس ان انا كنت في الجامعه الفلانيه واتصرف عليا هو ملوش دعوه بحاجه زي كده. انا مش بعينك عشان اعوض لك الجامعه اللي انت دخلتها. انت امكانياتك تسمح لك ان انت تطلب السالري ده ولا لا؟ الخريج غير اللي بقاله سنه خبره، غير اللي بقاله 5، غير اللي بقاله 10، تفرق. فبالتالي انا في طلباتي وانا قاعد مع الشخص اللي بيعمل لي الانترفيو لازم يبقى واقعي وعقلاني، ولازم ابقى انا داخل عارف ان انا عندي فتره لازم اتحملها، لازم هتعلمها، لازم هفهمها لحد ما ابتدي اقف على رجلي في المكان اللي انا رايحه. واحنا كناس بنعمل انترفيوهات لناس، بلاش تعجيز، ساعد الناس. في ناس بتبقى جايه متوتره، ده طبيعي جدا، ما تزودش التوتر بتاعها بان انت تظهر عليها امكانياتك اللي انت عايز تشبع بيها رغبتك. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تعجبكم وان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه.